هلو، اليوم طبقنا طبق الكباب الملوكي. أكلة جدا سهلة وبسيطة، والكل يقدر يسويها بالبيت. مكوناتها كلش بسيطة وموجودة في كل بيت. مثل ما تشوفون الأكلة صدق أكلة ملوك. يلا تعالوا وياي نعملها سوا. وصفة رائعة جدا. بالبداية راح أحتاج إلى بصلة صغيرة مثرومة ناعم، بالإضافة إلى البصلة راح أحتاج، طبعا هنا البصلة إما تثرموها ناعم أو تبرشوها. أنا بالنسبة إلي برشتها كلش ناعم وأصالتها، وأخذت المي مالتها خليتها على صفحة لأن راح أستفاد من عنده بعدين. اللي ما يريد يبرشها بكيفه يقدر يثرمها ناعم. بالإضافة إلى ذلك احتاجيت إلى فصين من الثوم، أيضا أني بالنسبة إلي هنا راح أبرشها، بس أنتوا إذا تريدون تثرموها هم جدا طبيعي وعادي، ياهو الأسهل عندكم سووها واثنيناتهم تصير. بالإضافة إلى البصل والثوم احتاجيت إلى 500 غرام من اللحم العجل والغنم سوا. يعني أنا ثارمة عجل وغنم سوا، بس أنتوا إذا تحبون تسوون عجل هم يصير، بس خلوا وياه شوية لية أو يكون دهين. بالإضافة إلى هذه المكونات هحتاج إلى كوب من المعدنوس المثروم جدا ناعم. طبعا كل هاي المكونات أنا خليتها بكاسة مثل ما شفتوا. وراح أحتاج أيضا إلى التوابل اللي راح أستخدمها هي البهارات 7 وشوية كركم وفلفل أسود شوية وملح وشوية قرفة. بالإضافة إلى أنه إذا بالعجن شفت العجينة جافة راح أحتاج إلى ماي البصل اللي أنا راح أستخدمه، لأن فعلا احتاجيته للعجينة. وإذا أنتوا احتاجيتوا وشفتوا العجينة جافة ممكن تضيفون مي عادي، وإذا شفتوا العجينة ما بيها دهن ممكن تضيفوا لها فد ملعقة من الزيت أو زيت الزيتون. أنا أفضل زيت الزيتون، فهل موجود عندكم تقدرون تسووها. فراح نعجن العجينة إلى أن تتماسك كلش زين، وهي راح تتماسك بإضافة المي. طبعا هنا عجنتها مثل ما تشوفون زين، غطيتها بالنايلون وراح أخليها بالثلاجة لمدة نص ساعة حتى تتوزع النكهات بيها بصورة جيدة وتتماسك كلش زين عندي. ومن طلعتها من الثلاجة حطرت صينية عليها ورقة زبدة. فرح أبدي أقسمها هاي العجينة على شكل كرات صغيرة. وإذا احتاجيت إلى مي إنه حتى اللحم أو العجينة ما تلزق بيدي راح أخلي شوية أنقع إيدي بالمي، بس أنا هنا ما احتاجيت بصراحة إلى هذا المي إنه حتى أنقع إيدي بيه، وسويتها على شكل كرات. شوفوا شكلها ايش قد حلو. هسه راح ابدي اشيشها. راح احتاج الى هاي اللوحة واخلي عليها ايضا ورقة الزبدة، وراح استخدم الاعواد الخشبية حتى اشيش عليها الكباب. طبعا هاي الاعواد الخشبية غير قابلة للاحتراق، هي خصيصا للاكل يعني. انا دا حستخدمها وراح أشيش كل وحدة أسويها على شكل كباب طولي، وراح أرصعها بواسطة الأصابع. بس إذا أنتوا ما ردتوا تسوون هاي الخطوة ممكن تسووها على شكل أصابع مباشرة بدون تشيش، بس للترتيب تكون بهالشكل هذا أفضل لأنه هو من اسمه كباب. طبعا هنا أنا راح أشيشها كلها هاي الكمية. اللي إذا عجبكم الفيديو ممكن تعملون إعجاب وكذلك شير حتى يوصل أكبر عدد من الناس. وإذا عجبتكم وصفتي ممكن تتركون تعليق أيضا، واللي ما عامل سبسكرايب ممكن أن يضغط على زر السبسكرايب والاشتراك بقناتي، وأتشرف بكل من يجيني جديد على قناتي ويتابعني.
ويتابع وصفاتي. طبعا هنا راح أكمل كل الكمية وأشيشها بهالشكل هذا. وبهالأثناء أني حضرت مقلاة. طبعا عندكم طريقتين للشوي، إما تشووه بالفرن بالأوفن، ممكن صينية وأدهنها شوية بزيت الزيتون وأشوي الكباب بالصينية وأقلبه أيضا هو دا ينشوي بالأوفن، أو أجيب مقلاة وأشوي عليها الكباب. أنا شفت الأسهل إلي إنه أجيب المقلاة وأشوي عليها الكباب وكلش زين طلع عندي. هسه بعد ما راح نشيش الكباب كله، الخطوة الجاية راح نشويه إن شاء الله. وإذا شويتوه بالفرن ممكن تقلبوه وتشووه، تقريبا ياخذ من عندكم فد 10-12 دقيقة مو أكثر. طبعا الكل يقدر يسويها هاي الوصفة، لأن كلش سهلة وبسيطة وتقديمها كلش رائع. يعني من تقدم للضيوف تكون كلش يعني لها هيجي فد نكهة وطعم، يعني فد شي لذيذ. هسه كملت تقريبا الكمية كلها بعد التشييش. هاي الكمية اللي طلعت لي مثل ما تشوفون، وشوف التشييش قد حلو رائع جدا يا جماعة. هسه بهالخطوة مثل ما قلنا راح أشويها على المقلاة. خليت ربع معلقة من زيت الزيتون ومسحت المقلاة بيها ونزلت الكباب بالمقلاة حتى ينشوي. وأثناء الشوي أنا راح أقلبه باستمرار حتى ينشوي عندي كلش زين ويستوي. وقلت لكم شفت هاي الطريقة كلش سهلة. وإذا الكباب ينشوي على الفحم طبعا بعد أطيب. وراح أكمل قلي الكباب، كل الكمية راح أشويها بهالشكل هذا. وفعلا هي راح تنشوي، والكباب بهالحالة راح ينزل الدهن مالته بالمقلاة. يعني أنا ما كنت خالة زيت بالمقلاة. تشوفوا الدهن اللي ذبه من الدهون الموجودة باللحم واللي هي الموجودة باللحم، ذبت الدهن مالتها بالمقلاة. وهذا الدهن راح أخذه وأصفيه واستخدمه بعدين عندي بصوص الطماطة. هسه نشوف شلون. أظل أقلب إلى أن يستوي عندي الكباب. أنا شفت الطريقة هاي كلش زينة وسهلة بسيطة. هسه استوى عندي، فراح أشيله من على النار من على المقلاة، وكل الباقي الكباب راح أعمله بنفس الطريقة. شوف الدهن اللي نزله، بس هذا طعمه راح يكون كلش طيب. هاي الكمية طلعت لي من شوي الكباب كمية كلش زينة، من 500 جرام من اللحم. بس أنا خلطت لحم عجل وغنم، فأنتوا كيفكم مثل ما قلنا. هسه الخطوة الجاية راح أسوي صوص الطماطة، بس راح أبدي إنه أثرم بصلة متوسطة الحجم كلش ناعم، وفصين ثوم ثرمة أيضا كلش ناعم. ونفس المقلاة راح أنزل 4 معالق من زيت الزيتون، وأنزل البصل والثوم على زيت الزيتون وأقلب به. وبهالأثناء إلى أن ينطلع عندي وتطلع ريحته البصل والثوم، أني بديت بثرم الطماطة
تعمل صوص الطماطة راح أثرم الطماطة كلش ناعم. عندي هنا طماطتين أو حبتين من الطماطة، راح أثرمها كلش ناعم. أنا عادة أشيل الروس للطماطة ما أخليها طبعا، بس راح أثرمها ناعم. وبهالأثناء أنا دا أقلي قلت لكم البصل والثوم وأقلب بيه إلى أن يذبل وتطلع ريحته. هسه نزلت الطماطة، شوفوا شكل الثوم والبصل ايش قد حلو، صار لونه أشقر، ذبل يعني، وطلعت ريحته طيبة تجنن، ريحته تجنن. هسه أقلب الطماطة والبصل والثوم وأضيف لها الملح والسكر. ضفت السكر حتى تتعادل الحموضة عندي، بالإضافة إلى الفلفل الأسود، وضفت لها معلقة كبيرة من معجون الطماطة، وأقلب كلش زين إلى أن تتجانس هاي المكونات عندي كلش زين، أريدها تتجانس. بعدها ضفت الزيت اللي صفيته من الكباب اللي شويته، ضفت لها من هذا الزيت. يعني الطعم رائع، لأن طعم اللية مع اللحم مع الزيت يكون كلش هيجي مركز. وضفت لها كأس من الماي، ماي حار طبعا، وضفت لها رشة من الزعتر البري، وخلطتها كلش زين، خلطتها وخليتها تغلي 4-5 دقائق، وشلتها من على النار وخليتها على صفحة. وهسه راح أبدي أشيل الشياش الخشبية من الكباب. مثل ما تشوفون دا أشيل الشياش كلها، أشيلها. هاي الكمية كلها من الكباب طلعت لي ما شاء الله خوش كمية، من 500 غرام من اللحم مثل ما تشوفون. الخطوة الجاية راح أحضر الخبز، وراح أسوي هنا مجموعة من الخبز. العيش استخدمت، ويا ريت لو نستخدم الخبز العراقي يكون أطيب طبعا، بس ما عندي فاستخدمت العيش. نفس الشيء هو الطعم كلش طيب. هنا الخبز ما راح ابقي بهالشكل هذا. قصيت الحواف مالته وراح اسوي على شكل مربع للترتيب، بس هاي الحواف ما راح اكبها، اكيد راح ناكلها في طبق اخر. بس هنا اريد حتى ارتب الطبق مالتي، راح اشيل الحواف كلها من كل الجهات، وراح تطلع لي مجموعة من الطبقات المرتبة من الخبز. شوفوا شلون طلعت بداعة يا جماعة. بس أكمل الجهة الأخيرة. شوفوا طلعت لي طبقات رائعة جدا ومرتبة. شوفوا هذه الطبقات راح أرتبها، أخليها بطبق مثل ما تشوفون، وراح أنزل صوص الطماطة فوقها، تطلع فشي تحفة، صدق تحفة. وراح أصفط الكباب فوق الخبز بصورة مرتبة، يعني طبقة فوق طبقة. شلون سويت الخبز طبقات، الكباب صفطته طبقات ونزلت فوقها تشوفون صوص الطماطة، وطلع فشي طعم لا يقاوم.
مثل ما تشوفون نزلت الطماطة حتى على الطبق، وكله دو مدار الطبق كله صار عندنا بصوص الطماطة. وإذا أنتم ما يعجبكم تخلون صوص الطماطة فوق الكباب بكيفكم، خلوه فوق الخبز وعلى الطبق. وزينته شوية بالبصل والسماق، وسويت أكيد صحن جانبي لأن إحنا نعرف ناكل الكباب ويا البصل والسماق، وبالإضافة إلى شوية رشة معدنوس فوق الطبق، وكان يخبل. ألف عافية. باي.